بثلاثية نظيفة الأهلي بيفتتح مشواره في دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي ميدياما الغاني. ويعني النهارده بصراحة بتستمر العقدة الأزلية وهي عقدة المهاجم. الأهلي النهارده يكسب 5-6-7 مرتاح. يعني كهربا لوحده مضيع 4 أهداف ما يضيعوش، وحاجة شلل من الآخر. تحس ان انت كده بتتفرج على مباراة لتضييع الفرص مش اكتر. الهدف الاولاني هدف مزيكا قوي والله. ركنية من حسين الشحات بتيجي لامام عاشور بيلعبها نموذجية على دماغ كهربا. لو قصد ان هو يضيعها مش هيضيعها. يعني كهربا لو قصد ان هو يضيع الكرة دي مش هتضيع. تمام. ده بالنسبة للهدف الاول للنادي الاهلي. الهدف الثاني بقى يعني كوره كده، بص الحارس بترجع منه حسين الشحات، واخد بالك بيحطها كده بالهداوه. وده بيعجبني في حسين الشحات ان هو رايق، لعيب مش متسرع، مش ما عندوش حته الصربعه. في كوره زي دي بيحطها كده بروقان وبحرفنه. الكوره يعني جت في ايد الحارس وبعد كده راحت رجعت لحسين الشحات، حطها بالراحه كده، يعني تك تك. لعيبه تانية بقى يفضل يتحسوك ويروح ويجي، تبص تلاقي الكرة ايه راحت في الهونولولو. الهدف الثالث بقى الكرة كانت مع ميدياما، الكرة فاول لبرستاو من الاول. صلاح محسن الارتقاء كويس جدا. انا انما لو هتجيب كل مباراة هدف هتفضل برضه لعيب عالة. هتفضل لعيب يعني بالصدفة. انت جاي محسوب علينا مهاجم ازاي انا معرفش. تمام. بس هو في المجمل هدف حلو. يعني باختصار كده الاهلي بيفوز بثلاثيه محترمه جدا في افتتاحيه دور المجموعات. حاجه كده بتؤكد ان الاهلي فعليا بيقدر يكسب، وبيقدر يعني بيعرف يكسب المباريات اللي زي دي. لايك شير سبسكرايب بقى واستنونا الفيديو اللي جاي. سلام.